في ليلة كروية استثنائية، مبابي في المدرجات بقميص أشرف حكيمي. المدرجات ممتلية، الحلم قريب، لكن النتيجة لم تكن كما أرادها الجمهور. قبل أن تبدأ المباراة فعلياً، الكاميرات تلتقط كيليان مبابي مرتدياً قميص أشرف حكيمي في مدرجات مباراة المغرب ومالي. لقطة حملت رسائل كثيرة: دعم، صداقة، واحترام عالمي لأسود الأطلس. لكن المفاجأة، حكيمي لم يلعب. على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، المنتخب المغربي دخل بقوة وسجل دياز، لكن مالي قالت كلمتها: تعادل 1-1 لم يرضي الجماهير وأجل تأهل المغرب إلى الجولة الأخيرة. وسط كل هذا الجدل، إبراهيم دياز وصل للهدف العاشر في 17 مباراة، أول لاعب يسجل في أول مباراتين للمغرب في نسخة واحدة من كأس إفريقيا. رسالة واضحة: دياز حاضر ويصنع الفارق. لكن كرة القدم لا تعترف بالعاطفة. بعد 19 انتصارا متتاليا، يتوقف عداد أسود الأطلس. التعادل أمام مالي أنهى السلسلة التاريخية وأشعل غضب الجماهير. اللاعبون توجهوا لتحية الجمهور، لكن الرد كان قاسيا: صافرات استهجان بدل التصفيق. مشهد يلخص حجم الضغط ويؤكد أن سقف التوقعات مع هذا الجيل أصبح مرتفعا جدا. وليد الركراكي خرج بتصريح واضح: قدمنا مباراة قوية أمام خصم صعب. أكد أن المغرب فرض إيقاعه، وأن ضربة جزاء لمالي قلبت الموازين، وشدد: كنا قادرين على حسم اللقاء. المجموعة الأولى: المغرب ب4 نقاط، الصدارة، مالي نقطتان، زامبيا نقطتان، جزر القمر نقطة. مواجهة حاسمة أمام زامبيا في 29 من دجنبر 2025. في الجهة الأخرى، مصر تحلق بينما المغرب تعثر. المنتخب المصري يواصل بثبات، علامة كاملة وتأهل مبكر. محمد صلاح يقترب من كتابة التاريخ، 9 أهداف في الكان، على بعد هدفين من معادلة مدربه حسام حسن 11 هدفا. جوائز رجل المباراة: الشناوي، زيدو، العيناوي. الآن نطرح السؤال: هل الجماهير كانت قاسية أم محقة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في قناة ملاكورة، لأن القادم أقوى.